نمت بقى كده لا بيا ولا عليا، وانا نايمه كده لقيت نفسي بحلم ان انا باكل حمام. والله زي ما بقول لكم كده كنت بحلم ان انا باكل حمام، وانا اصلا ما عنديش حمام. وانا اصلا من الناس اللي عامله مقاطعه للفراخ وللطيور عامه، يعني عشان خاطر اسعارها بقت صعبه جدا ونار جدا. سبحان الله. اذا بقى بعدها كده بعد ما صحيت من النوم كده وبقول ايه ده اضغاث احلام اكيد، او نفسك في الحمام فحلمت بيه. صحيت كده من النوم لقيت حد بيكلمني يعني كده، من الناس اللي هم القريبين مني. بيقول لي ده انا هبعت لك كذا ياخد يديكي يعني حمام وكده تاخدي منه الحمام. بعتلك مع ابنها، يعني بعتلي مع ابنها يعني واحده يعني حياتي يعني كده. بعتلي مع ابنها حمام، وبعتلي بقى خيرات الله من السمنه والحمام والجبنه والدقيق واللبن. الحاجات اللي هي كلها خير دي، ربنا يجزيها كل خير يا رب ويطعمها من طعام الجنه. رحت قمت بقى ايه، ما كدبتش خبر، رحت مسكت الحمام غسلته غسله نظيفه طبعا على الحوض عندي. واهم حاجه في الحمام تشوف الزور بتاعه، عشان خاطر بيبقى فيه حصله كده قاعده جوه، بتبقى حاجه مش حلوه. فقلت بقى اخد بقى قبل ما اعمل اي حاجه، قلت ايه، اجيب اعمل الرز. اول حاجه هعملها، انا ما بحبش اعمله بالفريك، جبت عندي بصل قطعته ورحت رمياه ان احمره باللون ده. وانا جايه احمره باللون ده احط معاه نص معلقه سكر او معلقه سكر، بتخلي لونه حلو ومكرمل وطعمه فظيع. وبعد ما خليته كده عشان انا هعمل الرز بالخلطه، هعمل حمام ورز بالخلطه. رحت مسكت الرز بعد ما غسلته وصفيته كويس وخليته جميل كده، رحت حطاه وفضلت ان انا اشوح فيه عشان خاطر ياخد برضو اللون اللي هو البني، لان انا عايزاه رز بالخلطه. الرز اللي بالخلطه بيبقى لونه بني بالكبد والقوانص، لان انا اللي هعمله هعمل رز بالكبد والقوانص، وهعمل حمام بس مش هعمل اكتر من كده. بعد ما عملت كده حطيت عليه بابريكا مدخنه نص معلقه، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، بتبقى فظيعه في الاكل، انا بحبها جدا في الاكل. نص معلقه بهارات، الملح حسب الرغبه. وبسقيه نص سلق، بسقيه ميه حاجه بسيطه مش كتير، عشان خاطر اخد معلقتين كده كبار. اغرب نص سوا زي ما انتم شايفين كده معايا، عباره عن نص سوا. ابتدي ان انا اطلعهم احطهم في طبق، عشان ده هحشيه في الحمام، في الحمامتين اللي عندي. والباقي ده هسيبه، هبقى هزوده شويه كمان، اللي هو التزويده المظبوطه بشوربه. عندي كان عندي شويه شوربه، هزوده بالشوربه اللي واسيبه يستوي السوا التمام بتاعه. كل رز زي ما انا بقول مره واتنين وتلاته، كل رز في الايام دي بيحتاج السقيه بتاعته او الشوربه بتاعته او الميه اللي هيتسقي بيها او هيتزود بيها. بعد ما خدت الرز بتاعي بقى، وابتديت ان انا احشيه زي ما انتم شايفين كده في الفتحات اللي هي ما بين الفخده والصدر كده، زي الفخده بتاع الورك والصدر كده. ابتدي ان انا احشيه كويس جدا. الحمام ده كان عباره عن زبده بلدي، سمنه بلدي زي ما بيقولوا كده. الحمام اللي تعرفوه ان هو يبقى حلو وما ياخدش سوا على النار ويبقى جميل كده وطعمه فظيع ومسكر جدا، الحمام اللي تلاقوه في بطنه دهن. الحمام اللي في بطنه دهن بيبقى فظيع، تربية بيوت. فأنا الحمام اللي هي بتجيبهولي دي يعني اللي هي بتبعتهولي، ما شفتش حد يعني بيجيبهولي زيه، او شفت حد بيبيعه زيه او عنده زيه. هي مش بتبيعه، هي جايبهولي هديه. ربنا يطعمها من طعم الجنه يا رب. فبعد ما حشيتهم كده وكتفتهم وحشيت الزور كويس جدا، احشي الحجم بيتضاعف وبيبقى جميل. ما تخافيش، احشي براحتك وما تقوليش ده هيفرقع ولا الكلام ده، احشي اللي انت عايزاه براحتك. وانا هقول لك على طريقه ما تخلوش يفرقع في الشوربه وهو بيتسلق. تمام. طبعا سبته بقى كده عقبال ما الميه تغلي شويه اللي عندي، وقلت اعمل الكبد والقوانص الجميله بتاعتي اللي هي بتاعت الحمام. كبد وقوانص بتاعت حمام. هي بعتلي كبد وقوانص كمان كتير بتاعت حمام، وكان في بتاعت فراخ كده. فالمهم ان انا اخدتهم قطعتهم كده قطع زي ما انتم شايفين. شكلهم جمال، يعني لونهم كده البينك الفظيع ده. حطيت عباره عن قطعه سمنه وشويه زيت، وابتديت ان انا بعد ما سخنوا ابتديت ان انا ارمي فيهم
الكبد والقوانص يتشوحوا. عندك الحمام اهو، الميه غلت عندي، هبتدي ان انا انزل الحمام بتاعي، وعشان خاطر ما يفرقعش لان انا مليته جامد هبتدي ان انا اغزغزه كده بالسكينه كده غزغزتين من الظهر. هبتدي ان انا اديله فتحتين كده من الظهر وبصوت غزه كده وغزه كده. بعد ما حطيت تشوحي كده نص تشويحه الكبد والقوانص، برمي عليهم البصل، برمي عليهم بصل. وبعد ما برمي عليهم بصل بقطع كده عليهم قرن فلفل، وببتدي ان انا احط التوابل بتاعتي لا اكتر ولا اقل، ملح وفلفل اسمر وكمون، مش عايزين يعني مش عايزين كتير. ودايما في الاكل بتاعي اي اكل بحط فيه بصل بحط معاهم معلقه سكر، نص معلقه سكر، ما بتبانش وبتخلي الاكل طعمه مسكر جدا بطريقه فظيعه. طبعا عندنا الميه اول ما الشوربه اول ما بتغلي كده وهي فيها الطيور او فيها الفراخ او فيها الحمام بتعمل ريمه كده او بتعمل حاجات كده بيضه من على الوش، لازم نشيلها، بتخلي طعم الشوربه مش حلوه. لازم نشيلها قبل ما نحط التوابل وقبل ما نحط الورق الرورة وقبل ما نحط البصلايه. بس هو ده اللي انا عايزاه. حطيت معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه سكر، بس لا اكتر ولا اقل. لا الشوربه ما بتحطلهاش اي توابل غير كده. هبتدي بقى ان انا اسيبها هبتدي ان انا اسيبه يستوي. ده الرز عندي استوى، شايفين مفلفل ازاي؟ مفلفل وطعمه في حتة تانية يعني كده زي ما بيقولوا. انا من عشاق الرز اللي بالخلطة، فيعني طعمه رهيب. والا بقى ولسه لما يتحط عليه الكبد والقوانص في حته تانية. عندي هنا الحمام استوى. اعرف ان هو استوى ازاي؟ هبتدي ان انا الوي دراعه لورا كده، هلوي دراع الحمام. احنا ما عندناش دراع بيتلوي يا جماعه، دراع الحمامه هي اللي هلويها. اتلوى معايا بسهوله زي ما انتم شايفين يبقى خير وبركه، ما اتلواش معايا بسهوله يبقى احنا نسيبه يغلي شويه في النار. بعد ما استوى معايا هبتدي ان انا احطه في الطاسه فيها شويه زيت صغيرين مش زيت كتير زي ما انتم شايفين اهو معايا. هبتدي ان انا احطها في طاسه سخنه ان هو يتحمر. ولا بقى نحط لبن ولا ندهن مش عارفه انا بشوف حاجات اختراعات كده فظيعه وغريبه الايام دي. ولا لبن ولا مش لبن، هو في شويه زيت او شويه سمنه بزيت. وبصوا اللون بتاعه الله اكبر، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا عامله الذكر بتاع المطبخ بتاعي الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام عشان ربنا يطرح البركه في الاكل. شايفين الجمال واللون؟ ودي كانت النتيجة. الأكل بسيط وطعمه فظيع. الأكل ده كان ليا أنا وابني بس، كان ابني التاني مش موجود وأنا وابني بس. فالشوربة طعمها مسكر جدا فظيعة يعني. الرز والكبد بالكبد والقوانص من على الوش كده حاجة يعني فاخر من الاخر زي ما بيقولوا كده. والله طعمه جميل جدا. مش بشكر في نفسي عشان انا اللي عامله الاكل بس، والله طعمه جميل. لو عملتوها بنفس الطريقه باذن الله هتعجبكم. شايفين جمال الحمام وشايفين جمال الكبد والقوانص كده من فوق الحمام الرهيب ده. هوريكم بقى الحمام بيتاكل ازاي. بيتاكل كده من الزور كده يتقطم كده يعني. الله 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 اكبر. شايفين الجمال؟ انا بالنسبه لي الحمام ده العشق. جربوه ان شاء الله باذن الله يعجبكم.